تعالوا معانا نعمل تتبيلة السمك وحركات. عملت السطح مطبخ وطلع الترند بجملة بقى، وبمكونات بسيطة وفرن فلاحي بدأت الحكاية، والكل دعمها وعرفت طريق الشهرة. حميدة جمال الطفلة المعجزة اللي قلبت مواقع التواصل الاجتماعي. حميدة بنت ال15 سنة عرفت طريق الشهرة بشوية التوابل والفرخة البلدي، واستغلت سطح بيتهم في الأرياف وعملت ترند ما يخطرش على البال. نطرة فلفل أسمر بقى، هنحط ملح أبيض بقى، هنزل بفصين توم. وبقت أشهر طباخة في المنصورة، وظهرت في بيتهم المتواضع على السطح قدام الفرن البلدي والطبلية الخشب، وهي بتعمل أحلى الوصفات على قد الإيد، وبقت ولا أجدعها شيف في مصر. واللي عجب الناس إنها شبهنا وشبه بيوتنا، وده كله خلى الناس يدعموها على السوشيال ميديا. وكان من بين اللي دعموها البلوجر إسلام فوزي، اللي نشر لها أكتر من فيديو على صفحته على الفيسبوك علشان تتحول حميدة جمال من طفلة مش معروفة لطباخة الكل بيدعمها. يلا بينا، انا هكتب وراكي. هنحط الزيت، هنزل بالتوم بقى. حطينا الزيت وهننزل بالثوم بقى. وبتحقق ملايين المشاهدات بمحتواها، وعملت المحمر والمشمر. وبين الحيطان اللي بالطوب الأحمر بقت تظهر حميدة وهي بتقدم وصفات صعبة لكن طعمها من اللي قلبك يحبه. للأسف في البداية حميدة اتعرضت للسخرية والتريقة بسبب إن الناس كانت شايفة طريقتها فلاحي شوية. نطرة ملح أبيض بقى، هنقلبها بقى، هنزل بالفلفل، بسم الله ما شاء الله، هنزل بالطماطم بقى. لكن اتحولت السخرية لدعم بعد ما الناس لقوا حميدة بتعمل وصفات صعبة وطعمها حلو رغم كل الظروف الصعبة في بيت بسيط ومن غير أي إمكانيات. وكانوا في البداية بيشبهوها بالتيك توكرز نعمة أم إبراهيم، لكن الناس مع الوقت تفاعلوا مع محتوى حميدة وبقت ترند، ووصفاتها بيتابعها ملايين المشاهدين. حميدة مشهورة على السوشيال ميديا بجملة حبيبة بقى، وكل أهل المنصورة بيدعموها لأنها شبه كل بيت مصري وبنت مصرية بتحاول تنجح رغم الظروف. واللي محدش يعرفه إن حميدة مكملة في الترند علشان تساعد أمها اللي بتمر بظروف صحية صعبة، ووالدتها رغم تعبها إلا إنها دعمتها في محتواها ووفرت لها المكونات اللي بتستخدمها في وصفاتها. فيديوهات حميدة بقت آراء مختلفة، ناس شايفينها بنت مكافحة وبسيطة ومحترمة وبيقولوا كفاية إنها بتقدم محتوى مؤدب وما فيهوش حاجة خليعة ولازم نشجعها، وناس تانية شايفة انه مجرد ترند وهيموت. بس الحقيقة اللي لا يمكن حد يغفلها ان حميدة فكرت بره الصندوق ووصلت. انت كمان ممكن توصل زيها لو فكرت تقدم محتوى ينفع الناس. ولو في حد تعرفه بيجتهد زي حميدة اكتب لنا اسمه في التعليقات عشان نتكلم عنه ونوصله للناس كلها. أسرار كل يوم، لكل يوم لون، ولكل لون حكاية.